ده الكارت السحري الافضل الاسرع الاسهل. في حلقه النهارده هنشرح بالتفصيل الممل من واقع تجربه عمليه 3 حاجات. اول حاجه ازاي تطلع كارت وانت قاعد في مكانك في 3 دقايق، المصاريف والفيز اللي انت محتاج تاخد بالك منها عشان فلوسك ما تطيرش. تالت حاجه العيوب والمميزات بصراحه مطلقه وبدون اي مجامله. فجهز مشروبك المفضل واتفرج الفيديو لحد الاخر عشان الفيديو ده حرفيا فلوس. طيب انا في معلومه حابب اضيفها لك عشان تبقى فاهم كويس احنا بنتكلم على ايه. اي كارت بنكي بيكون ليه 3 انواع، نوع بريبيد او مسبق الدفع او نوع ديبت وده بيكون مربوط بحسابك، ونوع كريدت اللي هو الفيزا المشتريات. الكارت البريبيد ده بيكون مش شرط ان هو يكون مرتبط بحسابك وبيكون مسبق الدفع، يعني انت بتحط الفلوس فيه الاول عشان تعرف تستخدمه. انما كارت الديبت هو الكارت المرتبط بحسابك في البنك وبيكون مرتبط باي مصروفات موجوده جوه، يعني انت ممكن تسحب من رصيد حسابك وتدفع بيه او حد يبعت لك عليه ويوصل على حسابك، زي كده ما بيحصل في الانستا باي. اما الفيزا كريدت اللي هي الفيزا المشتريات، دي فيزا البنك بيكون مديك مبلغ بضمان معين مرتبك او وديعه انت حاططها جوه البنك، وممكن تستخدم منه اي رصيد موجود متاح على حسب الحدود اللي حاططها لك البنك، وكل بنك بيختلف في الحدود دي. ولكن دي الفكره عشان تبقى فاهم انواع الكروت، عشان لو جيت تطلع كارت من بنك او جيت تتعامل في اي كارت تبقى عارف ايه الفرق بين ال3 انواع. طيب خليني اقول لك حاجه كده باختصار، وانت بعد كده ليك مطلق الحريه ان انت تدور فيها بالتفصيل. عشان اكلمك على كل الكروت اللي موجوده في الساحه دلوقتي فالفيديو هيبقى طويل جدا، فانا هقول لك ايه هي الكروت اللي موجوده دلوقتي، وهقول لك على الكارت اللي انا اخترته لك عشان انا شايفه انه اسهل وانسب واقوى كارت موجود دلوقتي. باختصار كده الكروت الاكثر انتشارا دلوقتي هم من 3 4 كروت كده، منهم ريدوت باي وكارد واي او كاردي وكاست. دي اكتر الكروت المنتشره دلوقتي واللي الناس بتفضل ما بينها، ولكن باختلاف العوائد واختلاف المصاريف واختلاف شويه تفاصيل كده بين كل كارت والتاني. ولكن حبايب قلبي النهارده انا جايب لكم كارت هو يعتبر كريست الكروت، يعني الكريم شانتيه بتاعت الكروت كده. الكارت ده حبايبي هو الكارت الافتراضي لمنصه بايبت، المنصه المشهوره بتداول العملات الرقميه، ولكن هنا مش بنتكلم على اي نوع من انواع التداول، احنا هنا بس عشان نشرح الكارت وازاي تستخرجه وازاي تشحنه وازاي تتعامل بيه. ولكن انا مش بنوه لاي نوع من انواع التداول سواء رقمي او تداول في بورصه او أي حاجه زي كده. طيب ليه بقى انا بقول لك ان الكارت ده هو كريست الكروت اللي موجوده دلوقتي او كريم شانتيه بتاعت الكروت؟ عشان خاطر الكارت ده سهل جدا في الاستخراج ومش بيحتاج منك اكتر من ان انت توثق هويتك على المنصه بالبطاقه او بجواز سفر. تاني حاجة هو بيشتغل بعد الاستخراج مباشرة من غير أي انتظار أو أي هولد ويتنج. تالت حاجة الكارت يعتبر معلهوش أي مصاريف ومش هيكلفك أي حاجة في استخراجه، وحتى الرسوم اللي بتتاخد على تحويل العملة أو الرسوم اللي هم حاطينها مقارنة بالكروت التانية تعتبر مفيش خالص. يعني باختصار الكارت هيسهل عليك كتير جدا سواء في الاستخراج أو المعاملات. والكارت أنا مجربه شخصيا فترة طويلة وجربت أشتري بيه من مواقع كتيرة جدا وربطته بحاجات كتيرة جدا واشتغل زي الفل مفيهوش أي مشكلة. وكمان لو استخدمت الكارت واشتريت بيه بيوصل لك كاش باك يوصل لحد 10% في حالات معينة. والليمت بتاع الكارت ده رهيب جدا، بيوصل لحد $5000 في اليوم و50000 في الشهر و250000 في السنة، وده مستحيل يكون أكتر من احتياجك. طيب خلينا نخش في تفاصيل أكتر. الكارت عشان تطلعه بالظبط محتاج 3 دقايق مش أكتر بعمليات بسيطة، ووقت ما بيطلع ممكن تستخدمه مباشرة، يعني مش هتحتاج تستنى يوم أو 2 أو حتى نص ساعة. لا أنت مجرد ما بتستخرج الكارت ممكن تشحنه وتعبيه رصيد عادي وتتعامل بيه على اي موقع. بالمناسبه الكارت موجود بنسختين، النسخه الفيزا والنسخه الماستر كارد، ودي ميزه بتميز الكارت ده، هو انه في منه نوع فيزا ونوع ماستر كارد، والنوع الفيزا ممكن تربطه على الباي بال عادي وتدفع بيه وتتعامل معاملات طبيعيه. وطبعا من اهم مميزات الكارت ده ان هو بيدعم ابل باي وجوجل باي. مصاريف الكارت ده بتتلخص في نقطتين بس. النقطة الأولى هي إنك لما تيجي تحول كريبتو جوه المنصة نفسها عشان خاطر يبقى عندك رصيد في الكارت ده، فأنت هتدفع حوالي 1% تقريبا أو 9/10 عشان خاطر تبقى رسوم تحويل. وكمان لو بتشتري بعملة غير عملة الكارت واللي هي الدولار فغالبا هيبقى فيه رسوم تحويل تقدر ب0.5% لحد 2% على حسب العملة اللي انت بتشتري بيها. وعشان تتجنب النقطة التانية بتاعت تحويل العملة دي فسهل جدا ان انت تخلي عملة الكارت هي نفس العملة اللي بتشتري بيها، وهي هتكون الدولار في اغلب الاحيان، يعني الا لو انت عاوز تعمل حاجة تانية غير الدولار، ولكن الدولار هو اسهل حاجة واسرع حاجة.
كمان الكارت ده ممكن تاخد منه نسخة ملموسة أو فيزيكال تمسكها في إيدك عشان ما تبقاش نسخة افتراضية، وتكلفة إصدار النسخة دي هتكون من 5 ل10 دولار على حسب المكان اللي أنت فيه، ولكن أنت مش محتاجها عشان خاطر الحاجة الوحيدة اللي أنت محتاج فيها إصدار الكارت ده بشكل فيزيكال هو السحب من ال ATM، وما أعتقدش إن أنت هتحتاج تسحب من ال ATM بكارت زي ده، حتى لو أنت محتاجه ممكن تستخدمه عادي وتصدر الكارت ب10 دولار. كمان عمولة السحب من الATM للكارت ده هتكون هي 2%، ولكن بعد أول $100، يعني بعد ما تسحب $100 من الATM هيبتدي يطبق عليك ضريبة 2% على أي سحب. هسيب لكم لينك التسجيل في الديسكريبشن تحت عشان خاطر لو حد عايز يستفيد بالكارت ده ويستفيد بهدية ممكن توصل لحد $20، فاللينك تحت لو انتم حابين تسجلوا. ويلا بينا مع بعض نشوف خطوات التسجيل واستخراج الكارت. طيب الخطوة الأولى اللي هنعملها هو إن احنا هنفتح اللينك اللي تحت في الديسكريبشن، هسيبه لكم عشان خاطر تستفيدوا بالعرض بتاع $20 ده. فهنفتح اللينك، ندوس open، نفتح في أي متصفح احنا عاوزينه، هندوس على تحت الكلمة اللي هي get your card، بعد كده هنختار sign up من فوق هنا اهو، ندوس عليها، هنحدد المكان بتاعنا، أنا في مصر فهقوله تمام، create account، وهنا الكود اللي انت محتاج تحطه عشان تستفيد بالعرض، وهنا ممكن استخدم الايميل بتاعي او الرقم الموبايل بنفس الدولة اللي انا اخترتها، ومن تحت هنا ممكن تسجل بالجوجل او بالاي كلاود اللي هو ابل، او ممكن تستخدم التليجرام وانت ليك الحرية. انا هستخدم الجيميل على طول مباشرة، هيجيب لي البازل دي هحلها بسرعة جدا، موضوع بسيط. بعد كده فوق هنا هيجيب لي ان انا محتاج اعمل verify للايدنتيتي بتاعتي، ادوس على verify now، من فوق هنا هختار ان انا هعمل الفيريفاي او الفيريفيكيشن دي اللي هي خطوة توثيق الهوية بالاي دي كارد او بطاقة الهوية او البطاقة بتاعتنا، هدوس عليها وبعد كده هدوس على فيريفاي تحت، بعد كده هيطلب مني ان انا اصور البطاقة وش وظهر، فانا هصور البطاقة. هنا بيقول ان هي الحاجات لازم تبقى واضحة ومش منغمشة وفيها مشاكل في القراءة وفي حتى انعكاس وكل الكلام ده، هدوس continue. بعد ما صورت البطاقة هنا بيقول لي إن أنت لازم تاخد سيلفي عشان خاطر يتأكدوا إن نفس الشخص الموجود في البطاقة في صورة البطاقة هو نفس الشخص اللي بيعمل الأكاونت ده واللي بيقدم وبيعمل فيريفيكيشن، هقول له أوكي continue. وهنا بعد ما قدمت الأي دي وصورت وشي بيقول لي خلاص إن الأي دي والسيلفي تمام وإن أنا خلاص إن الطلب اتقدم. بعديها على طول هلاقي إيميل وصلني بيقول لي إن خلاص الفيريفيكيشن كومبليت وإن إحنا اتقبلنا approved وكله تمام. بمجرد ما نخلص عملية التسجيل وتوصل لنا رسالة التوثيق إن هو تم خلاص، هندخل على الأب ستور وهنحمل المنصة بتاعتنا اللي هي بايبت، أنا محملها هي موجودة هنا، هندوس open وهنعمل تسجيل دخول بالحساب اللي احنا اخترناه من شوية اللي هو الجيميل، يبدأ يحمل معايا، نحل الكابشن وندخل على طول، موضوع بسيط. هيوصل لنا كود على الإيميل فاحنا هنروح نجيبه، جبنا الكود وعملنا بيست. هاجي هنا بعد ما أدخل هلاقي على طول كلمة apply now دي قدامي، هدوس apply now، هيقولي إن أنت هنا تمام وإن أنت مؤهل، وهيقولي الفيزا البلاتينم، فأنا هقوله start now. طبعا هو بيقولي إن أنا مؤهل عشان خاطر أنا خلاص عملت الفيريفيكيشن، هدوس هنا I agree code وهنا هحط الكود ده، هنحط الكود وهندوس submit. طبعا هنا بيقولي الابليكيشن ان هي تحت ريفيو، ان هي ممكن تاخد لحد 7 ايام عمل، ولكن الموضوع مش بيطول على طول، وخلال كام ساعة مباشرة هتلاقي ان الفيزا جاهزة ان تستعملها. اهو انا بكلمكم في نوتيفيكيشن جه ان نعمل ريفريش، ادي الفيزا طلعت وجاهزة ان احنا نستخدمها. هي الفيزا جاهزة بس هو محتاج مني شوية بيانات هنا هكتبها زي العنوان مثلا والرمز البريدي والمدينة، اختار كود المنطقة اللي هو رقم مصر، طيب هنكتب Egypt،
اكتب رقم الموبايل، هيوصلني كود تاني يعني للإيميل عشان أعمل فيريفيكيشن، عشان كل الحاجات دي حساسة فلازم يأمنوا كويس عليها. زي ما انتوا شايفين ده ميل رسمي من الشركة مباشرة الساعة 12:24، يعني حتى ما كملناش ال3 دقايق يقولوا لي إن الابليكيشن ابروفد وإن الكارت شغال. فزي ما قلت لكم إن الموضوع بسيط وسهل جدا ومش بيحتاج أي تعقيد. هاخد الكود وأعمله بيست، وبيقول لي إن الانفورميشن خلاص اتعمل لها update، والفيزا فيرتشوال كارد موجودة ومتفعلة، ودي بيانات الكارت. وحتى لسه ما كملناش ال3 دقايق وعندك شوية اوبشنات هنا ان انت ممكن تظهر رقم الكارت، ممكن حتى تعمل فريز للكارت لو حسيت ان الكارت مثلا في منصة معينة او في موقع معين وهتعمل له اوتو بيمنت او اوتو فند عشان خاطر يتسحب من الفلوس لو في اشتراك او تجديد في خدمة معينة، فبتكة واحدة هنا هتلغي الموضوع ده. وزي ما انتوا شايفين الموضوع سهل وبسيط جدا ومش محتاج اي حاجة ومش محتاج اي مشوار ولا اي حاجة. طبعا هتسألوني ازاي نحط فلوس في الكارت عشان لو حابين نشتري بيه. الموضوع بسيط، بس انت لازم تكون فاهم شوية المنصة بتشتغل ازاي. ببساطة كده بتدوس فوق على الشمال على صورة البروفايل بتاعك، وهي هتلاقي تحت كلمة all services، ممكن تدوس عليها تطلع لك كل حاجة. احنا بنستخدم حاجة اسمها البي تو بي تريدنج او البير تو بير تريدنج اللي هي دي هنا اهو، او ممكن هنا تكتب بي تو بي ويطلع لك اول واحدة، هتدوس عليها هيظهر لك السعر بتاع الدولار النهاردة. اهم حاجة في الموضوع انك تختار حد يكون عامل معاملات كتيرة، وعشان تعرف المعاملات الكتيرة هتلاقي فيه رقم موجود هنا اهو فوق 142 اوردر بنسبة 94، وكذلك تحت 233 اوردر بنسبة 95، وتحت 693 اوردر بنسبة 100%. كل دول ناس بيبيعوا الدولار بسعر النهاردة. السعر بيكون اكتر من البنك شوية، ولكن ممكن تشتري زي ما انت عاوز وتحط في الفيزا. فمثلا لو جينا عند استاذ هادي اللي تحت ده هندوس عليه باي وهنحدد احنا محتاجين كام دولار. تحت بيكتب لك ان انت هتستلم 104 دولار هنا اهو. I will receive 104.21 USDT. ال USDT بيعادل 1 دولار عادي. هنا بتحدد الكمية، لاحظ معايا ان هو مكتوب ليميت 4000، يعني هنا التاجر ده مش هيرضى يديك اقل من 4000 جنيه، اللي بيعادلوا بالظبط 83 دولار و30 سنت. تحت هنا انا بختار طريقة الدفع. التاجر ده عنده 3 اوبشنات: انستا باي واليكس بانك وبنك ترانسفير. طبعا احنا كلنا بنتعامل يا اما انستا باي لو انت معاك حساب في البنك او معاك كارت ميزة مثلا. لو مش هينفع معاك التاجر ده هنرجع وهندور على حد عنده فودافون كاش او اي محفظة. بنلاقي اسم الحاجة اللي هو بيستخدمها تحت هنا اهو، يعني الناس دي كلها بتستخدم انستا باي. انا عارف ان الموضوع ممكن يكون معقد شوية، ولكن لو انت مش فاهم الطريقة دي فاحنا ممكن نعمل شرح مخصوص عليها. طيب انا لو مش لاقي حد بيبيع بالفودافون كاش هدوس على كلمة بيمنت ميثود اللي فوق وهيظهر لي اول اوبشن اللي هو فودافون كاش. هختارها وادوس كونفيرم، هيظهر لي كل الناس اللي بتدعم ان انت تشتري من خلال فودافون كاش. طبعا اول واحد ده المنصة نفسها عاملة له بيك عشان خاطر هو مميز للنيو يوزرز او المستخدمين الجدد. ولكن هنا تحت انا عندي واحد عنده بيبيع ليميت 1000، أقل حاجة 1000. في هنا ناس بتبيع ب300. طبعا كل ما يكون الليميت قليل، يعني مثلا لو انت عاوز تشتري كمية قليلة السعر بتاع الدولار بيكون أعلى. فأنا مثلا هختار اللي هو عرض ب48.65 سنت أو 65 قرش، عشان خاطر هو عنده إن أنا ممكن أشتري بفودافون كاش أو بانستا باي. هدوس على كلمة باي، هكتب إن أنا عاوز 300، دي هتكون 6 دولار، أو هختار 500 هتكون 5 دولار وربع. وهختار من الانستا باي هنا أو البيمنت ميثود هختار فودافون كاش. تمام، وهقول له
باي. لو أنا دوست أنا لازم أبعت له الفلوس عشان خاطر أنا ما يبقاش عندي تقييم سلبي أو حاجة تأذيني في الحساب، لأن أنت لو جيت تشتري وعملت order وما اشتريتش ده بيبقى حاجة سلبية شوية على الحساب بتاعك، كأنك بتبان إن أنت حد مش جاد. فلما تكون جاهز هتعمل كده أهو، وبعد كده هتبعت الفلوس للرقم بتاع الراجل اللي هو حاطّه، وبعد كده هتبعت له screenshot بالتحويل اللي أنت بعته له، ومباشرةً هيسيب لك الفلوس أو هيبعت لك الفلوس في اللحظة اللي أنت تبعت له فيها الscreenshot. ولو أنتم عاوزين فيديو مخصوص لطريقة شحن الكريبتو إحنا ممكن ندخل فيها بتجربة ونجربها مع بعض. ودي كل حاجة ليها علاقة بالB2B أو الشحن في المنصة. وعشان تبقى فاهم إن أنت أي حاجة هتشحنها في الحساب ده هتكون هي نفس الحاجة اللي موجودة في الفيزا. يعني الفيزا وحسابك مرتبطين ببعض، عشان هي زي ما قُلنا دي فيزا ديبت، فأنت اللي هتحطه في الحساب هيتسحب من الكارت عادي لو جيت تدفع بيه، وهتستخدمه عادي زي ما أنت حابب. معلش أنا عارف لو أنت حد جديد أو حد بعيد عن الموضوع ده هيبان لك الموضوع معقد جدًا، ولكن صدّقني الموضوع بسيط جدًا، وممكن ننزّل فيديوهات أكتر عنه عشان خاطر تعرف تستخدم الفيزا دي. وفي نفس الوقت أنا باستنى كومنتاتكم جدًا، وباكون عايز أرُد عليها comment مش باسيب حد خالص. فأنت لو مش عارف تعمل حاجة أو عندك مشكلة في الخطوات، أنا برضه باسيب لينك الفيسبوك بتاعي، فلو عندك أي مشكلة ممكن تتواصل معايا ونحل لك أي مشكلة ونساعد بعض، عشان زي ما بنقول دايمًا خير الناس أنفعهم للناس. فلو أنت عندك مشكلة هتلاقي برضه جروب أنا حاططه لك في description عشان خاطر تتواصل معايا لو أنا مش موجود أو أنا مش عارف أرُد عليك، هتلاقي ناس كتيرة تفيدك وتستفاد منّك لو أنت عندك أي معلومة. كده أكون كلمتكم عن كل حاجة بخصوص الكارت ده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا لي في الكومنتات لو حد عنده تجربة مع الكارت ده أو مع أي كارت تاني حابين نتكلم عليه، عشان خاطر الفايدة تعُم والناس كلها تستفيد.